المطبخ بتعد الاكل وهو امام القنوات الاخباريه، فيجب ان احنا نشيل الفيل الاول ونعيد الاوضاع شيل الفيل وهو ده الحل. طب دكتور، لو تفتكر معانا اغرب حالة اكتئاب حضرتك شفتها كانت ايه؟ هما حالتين، 2 اغرب 2 نقول الاثنين. واحدة انجليزية وكان عمرها 59 سنة ودخلت يعني متهجمة وزعلانة قوي قوي وغضبانة من، فبقول لها في ايه؟ فقالت لي انا مش قادرة احب. فانا افتكرت مش قادرة تحب مثلا حد يعني. فقالت لي لا انا مش قادرة احب، فعلا عندي جار وانيق وبيحبني وانا ارملة وهو ارمل، بس مش قادرة احبه، بس برضه في اطار ده مش قادرة احب نفسي. فساعدني ان انا احب نفسي عشان اقدر احب واحب الدنيا. فكان طبعا ورا ده كله كان فيه اكتئاب، بس ده كان من نوع الاكتئاب اللي في ناس بتحب تسميه الاكتئاب الفلسفي، يعني عدم القدرة على الحب، عدم القدرة على التوهج، اكتئاب النجاح. في ناس ساعات الكلام بيجيب بعضه لما بتنجح قوي بص يقول لك طب وبعدين، ويجي له اكتئاب بعد كده. والحالة الثانية كانت غريبة قوي. كان مقاول وبنى، المفروض العمارة اللي هيبنيها 6 ادوار فبنى 5، فمش عارف يكمل الدور السادس، فجاله اكتئاب شديد جدا بسبب دور. هو مش لاقي ياكل هو. طيب يمكن نكمل احنا برضو الايميلز اللي كانت جات لنا. اول ايميل بيقول انا سيدة ابلغ من العمر 47 سنة اعاني من حالة بكاء مستمر واعيش في قلق وخوف وعدم قدرة على تحمل اي مسؤولية. متزوجة من 15 سنة، زوجها راجل طيب للغاية لكنه صامت. مفيش اطفال لانه زوجها بيعاني من عجز جنسي. والدها توفى في نفس السنة وده سبب لها صدمة شديدة. بتشعر بعدم ثقة في أي شخص حتى الأطباء وبتتمنى الموت، فماذا تفعل؟ الحالة مركبة، يعني مركبة جدا، لأنه هنا فيها حاجات كتيرة قوي تدعو للاكتئاب. فيها عدم القدرة على الإنجاب، وفيها عدم القدرة على الحياة الزوجية الحميمة. وعلى فكرة هي برضو المسألة لما الناس تبص لها كويس قوي، العلاقة الزوجية الخاصة اللي هي العلاقة الجنسية ما هيش مجرد إرضاء اللذة أو الإشباع بس، ده بيحصل نوع من الارتواء النفسي والعاطفي والهرموني. وفي دراسات بتثبت إنه الستات والرجالة برضو المحرومات جنسيا بيبقى اقل نضارة واقل جمال. يعني ست تبقى ما تبقاش جميلة قوي انما مشبعة جنسيا وبتلاقي فيها جمال ونضارة وبهجة. فهنا الموضوع مركب لانه في كذا عامل وشأن حياتي بيخلي فيه احساس بعدم الثقة. كمان عدم الثقة حتى في الاطباء ده وارد، لانه كل شيء بقى قاتم وفي يأس. هنا الضغوط الحياتية وظروف الحياة نحتت في الشخصية وخلتها مكتئبة. والسؤال هنا بقى، هل ممكن انسان ما عندوش عوامل وراثية وبيولوجية زي حسن مثلا يصاب بالاكتئاب؟ ليه بقى؟ لانه حصل تغير بيولوجي عنده نتيجة الظروف الحياتية اللي مر بيها، فحصل فقدان الاب او الام او كليهما، حصل صراعات معينة في الشغل، حصل يعني مجمل الاشياء اللي بنمر بيها مش بتمر بينا بس، اللي بتخش كده على الغدة النخامية وبتأثر. يعني مثلا لو جبنا واحد فضل يشوف مراعي خضراء طول النهار، حتما الكيمياء بتاعت مخه تتأثر. ولو واحد قاعد يبص في الصحراء على طول، يعني انا شفت ناس من الخليج لما بينتقلوا للعمل او الدراسة في بريطانيا
بيتعبوا في الاول ويشتاقوا الى الصحراء. هو مش اشتياق معنوي او فلسفي، لا ده هو عينه وبصره وذهنه وودانه اخذ على هذا الجو. طب يمكن حضرتك هي في النهايه احنا المفروض حضرتك بتنصحها النصيحه يمكن دي تساعدها، وخصوصا انه هي بتقول انها ما عندهاش ثقه في اي من الاطباء. هي لم تستجيب للعلاج التحليلي النفسي او العلاج التدعيمي او انك انت تقول لها ان انت كويسه او ان انت تقوي دفاعاتها، انما هي ممكن تستجيب الى ما نسميه بالارشاد النفسي. ان اقعد معاها زي ما انا قاعد مع حضرتك، بس في كلتا الحالتين لازم تاخد دواء. والدواء انا زي ما بقول بنبتدي بجرعه صغيره، واذا احتاجت جرعه اكبر بنديها، وبعدين بنراجع الدواء كل فتره، ممكن بعد 3 شهور بنقلله. انما في كل الاحوال بالذات في الحالات الجسيمه دي وانا ما بفضلش ان هو يستمر اكتر من سنه. طيب في مشكلة تانية او يعني ايميل تاني بيقول انا رجل ابلغ من العمر 58 سنة، ما عندوش اي امراض، لم يصب باي امراض في حياته، بيشتغل رجل اعمال، ومؤخرا اشترك مع بنته في مشروع وفقد مبلغ كبير جدا من المال. بعدها بدأت عنده حالة ارق شديدة واهتزاز ورعشة في الاطراف، احيانا بيتمنى الموت، ما عندوش رغبة في البكاء، لكنه لا لانه ما عندوش طاقة، حيث ما عندوش طاقة، وردود افعاله بدأت تبقى بطيئة. قرر ان هو يحط همه كله في الشغل، الا انه على تعبيره قال ان الشغل هو اللي كسر وسطي. ازاي يتخلص من الحالة دي في حاجة اسمها حدث حياتي سلبي، negative life event، انه وغالبا في الرجاله بيبقى حاجه ليها علاقه بالفلوس او ليها علاقه بالكيان. والفلوس مش فلوس بس، ده كيان، ما هيش تحويشه العمر، لا ده كيان، ده رجولته، ده حكمته، ده حصافته، كل ده كسر في لحظه. اذا فهو انهار، فبناءه النفسي انهار، هو ما عندوش دعامات. يعني على فكره انا في الحته دي ما بحبش كلمه ايمانه قليل، لانه قد يكون ايمانه كبير بس الموضوع تقيل قوي عليه. وبعدين من حق المؤمن ان هو يحزن ويكتئب لانه افلس، وبالتالي فانه هنا عليه ان احنا بيلجأ للطب النفسي في الحالة دي، لانه لازم برضه نقيله من عثرته، ناخد بايده، نخليه ينام كويس، نضيع الاهتزازات دي، نعمل له بقى نوع من التدعيم النفسي بالحوار، ونشركه مع ناس تانيين في نشوف بلوة غيره تكون عليه بلوته. وبالنسبة للاهتزازات والرعشة في حاجات كتيرة قوي بنعملها قلناها قبل كده، زي تمرينات الاسترخاء الذهني والجسدي، بان هو بيستلقي على السرير وبيفكر في مشهد بيحبه. قد يكون المشهد ده بحيرة جميلة في الريف، وقد يكون بحيرة في سويسرا، وقد يكون أوضة نوم، وفي ناس كتير قوي بتحب أوضة نوم أو الحمام، يحس فيه بالسعادة وبالونس. بكده بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده من افتح قلبك. نتمنى ان الحلقه النهارده تكون عجبتكم. بفكركم انه ان شاء الله الحلقه الجايه تكون حلقه خاصه جدا، هنتكلم فيها عن مرحله من مراحل العمر اللي بتهم كل الناس سواء كانوا صغيرين او حتى كبار. هنتكلم عن مرحله المراهقه. مستنيين الايميلز بتاعتكم والفاكسات اللي هتبعتوها لنا على الارقام اللي هتظهر لكم دلوقتي على الشاشه. وافتح قلبك.
خليكم معانا وحلقة جديدة وافتح قلبك. بتهيألي كلنا بنلاحظ ان نسبة الطلاق عندنا في مصر زادت جدا، وعشان كده فكرنا انه يكون موضوع حلقتنا النهاردة عن المشاكل الزوجية. خليكم معانا وتابعونا وافتح قلبك. دكتور خالد اهلا بحضرتك معانا النهارده وحلقه جديده. حلقتنا النهارده بنتكلم فيها عن المشاكل الزوجيه. يمكن قبل ما نشوف الحاله اللي هتكون موجوده معانا نتكلم بشكل عام. كل الناس دلوقتي مثلا بتقول انه في مصر ظاهره الطلاق انتشرت، ومحدش فاهم السبب في ده ايه، بس الناس كلها بتقول انه الموضوع زاد ومعدلاته زادت. ايه السبب في ده؟ والحقيقه هو زاد في كل انحاء العالم، بس اكتر في المنطقه العربيه واكتر في مصر مقارنه بسنوات اخرى. والحقيقه الكلام ده مش من دماغي ولا حتى من الصحف، ولكن من احصائيات ووقائع محكمه الزنانيري اللي هي مختصه بالطلاق والزواج الشرعي. السبب حاجات كتيره جدا. ان مفهوم الاسره ابتدى تحوافه وتتاكل وابتدى يضمحل. بقينا عندنا للاسف يعني في المصطلح اللي اقوله اسره تيك اواي، يعني الاولاد بيحبوا اكل تيك اواي، الابن قاعد على الكمبيوتر بيعمل شاتنج، ويمكن الاب برضه بيعمل شاتنج وبيعمل علاقات عاطفيه مفترضه او حقيقيه مع اخريات عبر النت. الام قد تكون مشغوله في المطبخ، وقد تكون بتشتغل ساعات طويله، وقد تكون في اطار دائره نسائيه من الجيران والنادي وحديث المجتمع المخملي اللي هو صارفها وفاصلها تماما عن البيت. وبنلاقي البنت المراهقه بتبعت مسجات وموبايل، تلاقي ولد صغير تايه في كل ده. اذا فهناك حكايه مشكله كبيره انا بسميها مشكله بحجم الفيل. في فيل قاعد في الصاله وبس مفيش حد شايفه، انما بيمنع التواصل بين افراد الاسره جميعا. في اسباب تتعلق بالفلوس، ودي اهم حاجه، انه ما يسمى بالحراك الاجتماعي، انه حصل تطورات اجتماعيه كتير. ما بقى الواحد عنده شقه بقى عايز فيلا، واللي عنده فيلا بقى عايز قصر، واللي عنده عربيه مستصغرها وعايز عربيه اكبر او اجمل، وعايز عربيه موديل جديد، عايز عربيتين، وهكذا. النمط الاستهلاكي في الحياه حتى في الاكل الناس ما بقتش بتقنع. انا ما بقولش الناس تجوع، بس المهم لقمه هنيه. لا ولو يتلموا حواليها مثلا، يعني في اسر بتتلم بس يوم الجمعه، في اسر ما بتتلمش خالص على اللقمه. والاب ساعات والاباء بيقولوا لي، بيقول لي انا بشغل نفسي في شغل عشان ارجع الاقيهم نايمين عشان ارتاح من وجع الدماغ. امتى بيشوف عياله، امتى بيشوف مراته. قد هي تنعزل وتكتئب، او قد تتعلق نفسيا او فعليا باخر، وهو نفس الشيء. وبالتالي يعني يحدث الطلاق لما تحدث المواجهه. ستات كتير قوي بيقولوا لي احنا ما بنحترمش الراجل اللي شخصيته مش قويه، او اللي مش متماسك، او اللي مش قادر ان هو يعمل حوار، او اللي مش قادر ينثر وردات الحب في البيت. الاب اللي هو يخش ببسمه حتى لو هو متضايق، ياخد ولاده في حضنه، يسال على مراته في التليفون من البيت كده. يعني ده ما بقاش موجود، فبينعدم التواصل، محله بيحل الطلاق العاطفي وبعديه الطلاق الحقيقي. لو قلنا انه اكتر الاسباب، يعني انه نسبه كبيره منها يمكن زي ما حضرتك بتقول انه الستات بيحبوا انه الراجل يكون شخصيته قويه. أيوة. اكتر الاسباب اللي هي تلاقيها موجوده في كل او في معظم حالات الطلاق بتكون راجعه ليه؟ بتكون راجعه ان في خلاف شديد جدا بين الشخصيتين، كل واحد توقع من الاخر شيء اثناء فتره الخطوبه وتبادل مع الاخر اجمل ما فيه. ما شافش عينيه المعمصه، وما شافش جيبه الفاضي، وما شافش الدنيا المرتبكه، ما عرفش يعني ايه مسؤوليه زواج. يعني في ستات بيتجوزوا عايزين يتهنموا، يعني تبقى هانم، اوكي ممكن تبقى هانم، بس في نفس الوقت يبقى فيه، بس بيتخانقوا على الفلوس، على تربيه الولاد، وعلى وقت الفسحه. هو عايز يدخل اصحابه العيله الفلانيه ونروح للشاليه مش عارف فين، وهي تبقى عايزه تخرج هي وهو والولدين يتمشوا على الكورنيش مثلا. يعني انا في رايي
كمان انه في موضوع اخطر من ده تدخل الاهل، وتحديدا، وانا بقول اهو طبعا الاهل بيتدخلوا مع البنت برضه، بس تحديدا الولد ابن امه مصيبة ومزعجة وبتؤدي الى الطلاق والطلاق البائن، لانه الام اللي بتستبدل زوجها بابنها وبتستحوذ عليه وتشوف الذكر الوحيد في العالم بتدمر مرات ابنها وبتدمر الزواج. وللاسف انا شفت حالات كتيرة جدا. بس اخطر من ده وده بقى اللي اتكلمنا عليه هو طلاق السنة الاولى، يطلقوا بعد كذا شهر، يعني على البلاج على البحر حتة جميلة في مارينا، بابا عنده ملايين شاف بنت عروسة ماشية بتتبختر في المايو، بابي عايز اتجوز دي، كأنه نوع من الشراء. وانا اسف مش عايز اطول لساني واقول وكأنها عجبته، اشتريها لي يا بابا عروسة، ياخدها تكتشف واحد ما تعرفوش خالص غني ومعاه امكانيات وهو يكتشف، وبالتالي تبوظ الحكاية ويطلقوا بعد 3 شهور. اذا هو دفع كذا ألف 100,000 قدر كذا شهر مع بنت، وبالتالي هنا مصيبة. وناس تانية راقية بيتعرفوا على بعض في الصالونات او في النوادي وبيتجوزوا جواز عادي، انما هي تبتدي تقول له ايه اصل انا مش عارف مش عاجبني طريقة كلامك، هو يقول لها لا ده انا اختي بتطبخ احسن مني، شغل عيالي، ويبتدوا يكيدوا في بعض، تبتدي هي ايه ما تحترموش، فتطول لسانها، هو يطول لسانه يقول لها طب ها انت طالع. وهي ده الحاجة الوحيدة الكبيرة اللي عنده اللي بيملكها، وبعدين يحصل ندم ويحصل تأنيب ضمير. في حالات الطلاق في السنة الأولى أو عواصف السنة الأولى كتيرة جدا. برضو في حاجة تانية اسمها نقطة التحول بتاع السنة السابعة، لو الأمور مشيت بهدوء بعد السنة السابعة بتبقى كويسة. عايز أقول برضو أن استمرار الزواج لا يعني نجاحه، لكن هو أحسن من الطلاق، أحسن بكل الأحوال. طبعا يعني يكفي